نعرفكم على ديمترس، وهو أغبى وأغرب مجرم حتشوفه في حياتك بالمعنى الحرفي. Hey everyone, it's Demi, founder of Justice for Demi. Just trying TikTok out, so hopefully I can bring you guys good news and bring you guys the struggles and the ideas, and we could talk about a lot of diverse subjects. And this could be a platform where people could be heard and understood. Thank you so much for everybody's support, and above all, some of the next videos you guys will get to see me with my new makeup on. So have a great one. Thank you so much. وأنا انقلب على ريدت زي كل يوم، لقيت موضوع غريب جدا بأنه في شخص قتل والده بالتبني، أوكي، ويوم المحكمة قال لهم بأنه هو ترانسجندر. ما فاق ده الشيء. خلينا نحكي لك. تمام. ديمتروس هو مواليد 1995، شاب عاش 6 سنين من عمره، أوكي، في الشوارع لحد ما خدوه حطوه في دار تبني. تمام. ديمتروس قعد 2 سنين، أوكي، فجاء شخص اسمه تيتوس خداه وحطه في حوشهم، يعني قاعد يربي فيه بالتبني لحد ما مشت الأمور. أوكي. وتيتوس كانت عنده زوجة اسمها آندا. تمام. آندا كانت تحط في راسها من راس الولد هذا ديمي. تمام. صاروا مشاكل بيناتهم. ديمترس بدأ يطلع للشارع، أوكي، وضاع الولد حرفيا. تعرف على مجموعة أشخاص اللي هم عصابيين ولا مش عارف جانكس. ما فاد الشيء. المهم قاعد يسرق وقاعد يتعاطى وقاعدة حالته تدهور نهائي. أوكي. ديمتروس خش في أول عملية، أوكي، وحبسوه الشرطة. تمام. تيتوس جاب محامي قدر يدافع لديمي، أوكي، لكن التهمة كانت بسيطة جدا اللي هي المراقبة. تمام. فمن فترة لفترة ديمي رجع مرة تانية يتعاطى، رجع مرة أخرى يسرق، لحد ما يوم خنب السلاح متاع تيتوس مشى قاعد يهدد في شخص، أوكي، عشان ياخذ منه سيارته. تيتوس مشى يدافع، أوكي، عن الراجل ويقول لي ديمي وقف وقف وقف. فديمي خلاص خذ موس وطعن تيتوس 12 طعنة. تمام. وحبسوا ديمي وتيتوس مات. وآندا قاعدة تقول بأن ديمي كانت يدير في أشياء غريبة جدا، أوكي، وكان يشبح لها وهي تغير في ملابسها وجو هذا. ما فايد الشيء حرفيا. تمام. المهم ديمي يوم المحكمة قال لهم بأنه هو متحول جنسي وما يجيش ينحبس في حبس الذكور. فالمحامي قاعد يفكر شوية وقال لهم تمام ميمي، هذا حطوه في سجن نسائي. تمام. لما حطوا ديمي شهر أو شهرين يعني حسب ما قريت على ردت، وبعدها لعب زوز دوريات مع زوز نساء، أوكي، والنساء الزوز هذا مبدوع حامل منه. ما فقط الشيت، يعني إنك أنت تخش لسجن نسائي وتمارس معاهم ما فاق. أوكي. البنات الزوز حملوا. تمام. ديمي ردوه للسجن انفرادي. تمام.